هادشي بزاف والله حتى بزاف بزاف. شي حاجه اللي اللي صافي العقل فيها تيحبس. العقل فيها تيحبس. هادشي اللي كيدير فيه هذا عقا. يعني حاليا دابا المغاربه كلهم تيتكلموا عليه، كلشي كيتكلم على داكشي اللي دار، والكل يعني ما عجبوش الحال. كيفاش انك انت يعني بالعلالي كتبغي تلبس القضيه ديال القتل ديال مالك، كتبغي تلبسها لصحاباتها وكتقول بان البرلماني ما عنده حتى شي دخل بديك الشيء هذاك، وبان البنات هما اللي كانوا متفقين مع بعضياتهم، وبانهم كانوا كيجبدوا المخدرات بالتخبيعه على البرلماني وكيتناولوها بالتخبيعه. هو كان كيجيبهم حقا غير كيجلس كيتفرج فيهم، ما كيدير حتى شي حاجه، ما كيقيسهم حتى حاجه. يعني داكشي كامل هو غير جالس صمون بكمون كيجيو البنات وكيديروا بحال بغى يصور لنا الجريمه، بغى يصورها لنا بحال هكا بحال هكا. البرلماني تعيط مثل البنات، واجوا بنياتي ونسوني واحد شويه، اجيو عدوا الفيلا وكولوا وشربوا وندور معاكم غا ونسوني. اوكي، كيجيو البنات كيلقاوهم العمسي، كيلقاوه العمسي موجد لهم الطبله الماكله وشرب، هو جالس اونفاس معاهم مسكين وشاد تسبح، وهما تيبقاو يلعبوا مع بعضياتهم. وملي كيبقاو يلعبوا مع بعضياتهم مره تيقول لهم هو استغفر الله استغفر الله ولعل الشيطان ابنيتي ما ديروش هكاك، اتقوا الله ما ديروش هكاك. تيبقاو يلعبوا وهو هكا اونفاس معاهم، حتى كيجي مثال كيطيح الظلام ولا هاولا وبارك عليكم وليدي شي من اللعب، نوضوا تنعسوا. كيديهم كينعسهم كيغطيهم وتيوسدهم تصبحوا على خير بنياتي كدا. وفي الصباح ملي كينوضوا كيولي كيعطيهم هاكو باش تعاونوا مع الوقت وليداتي، هاكو الله يعاونكم وما تبقاوش ديروا البساله واتقوا الله. هذا الشيء بغى يصور لنا هو هذا عقار بحال هكا، بغى يصور لنا هذا الفيلم كامل اللي هو وقع ديك الليله. اش كترونا صاحبي؟ والله الا جاني واحد التعليق من واحد المتابعه، اش تقول لي على هذا عقا؟ كتقول لي هو كاين حاضر من الاصول ديالو، يعني من مدينه خنيفره. قال لك وتقول شي واحد في مدينه خنيفره تيعبروا ولا كيتسوق ليه ما تيحملوا حتى شي واحد. قال لك مدينه خنيفره مسكينه كتخبط في واحد المشاكل كثيره، وتقول شي نهار تكلم عليها ولا. قال لك كيتكلم على اي حاجه اللي فيها الفلوس، اي حاجه فيها الفلوس كيتكلم عليها. كيعيطوا ليه الناس اجير عندنا واحد الموضوع بغيناك تتكلم فيه، كيجي على الطابله شحال تعطيوني قدا وقدا، لا هادشي هذا قليل تعطيوني قدا وقدا وغادي نصور لكم بانكم نتوما راكم ملائكه وانتم كذا. السيد كيبيع ويشري بيعا وشراء. والدليل هو ان هادشي اللي كيقول فيه دابا حاليا بالنسبه لهاد الملك الله يرحمها كله منافي لديك الاقوال اللي قالها في المره الاولى. اواه، يعني السيد بحال نقولوا مثال يعني دار دوره كامله. النهار الاولاني شفنا كيفاش انه خرج وتكلم وحمل المسؤوليه كامله البرلماني ومشى عند الام ديال مالك ودير. واش كنتي كتنتظر بان الام ديال مالك غدور معاك ولا شنو؟ هادشي واقيلا اللي كان كينتظر بان الام ديال مالك انها تقول له حقا جيب لي حق بنتي وهاك نعطيك قدا وقدا. السيده راه ما عندهاش، السيده تاريا خدامه على طرف الخبز، حتى هي مسكينه راه عندها محل خدامه به، اش غادا تعطيك؟ وحده وطرزات في بنتها مسكينه فشات قلبها خوات قلبها على المغاربه وبقات كتبكي تتشبع على واحد البنت اللي هي فقداتها 20 عام وهي تربي فيها، وكتكظن على ان غادي تكون السند ديالها ملي تكبر. حنا كنعرفوا بان الامهات كلهم راه الحلم ديالهم في حياتهم بالنسبه لوليداتهم هما انهم ملي يكبروا ولا ملي تكبر الام وصحتها ترشا كتلقى بنتها اللي كتوقف بجنبها، تجي في هذيك البنت وترزع فيها ما بين ليلة وضحاها فرت بشات واحد البنت. كي بغيتي يكون هذا الاحساس ديال الام بطبيعه الحال غادي تغوت وتنوح وكذا. السيد من اللايف ديال الام ديال ملاك حتى كنشوفو نقص قال اش كاين. قال حق بان البرلماني راه كان كيجيبهم وكان غير كيتفرج ما كيدير ليهم والو. حق المخدرات كان كيجيب كاين كانوا هما اللي كيجيبوها، وهو حق راه مريض
هو راه كيدير 5 العمليات، هو لا ينش ولا يهش. هادشي هذا علاش ما قلتيهش في الاول اصاحبي؟ في الاول ديالك كنتي كتعاود لينا على الجريمه وكانك كنتي انت قصر معاهم. قلتي بان حقا جابوا ملاك، قال لهم نوضوا فرسوها، ناضوا كيغتصبوا فيها. شويه قلتي بانه هاز هو يا ملاك دخلها للغرفه وبدا كيخشي فيها شي عضو كبير، وهي كتغوت وكتألم. وفي الاخر ملي جات الام ديالها ما كانش باغي يعيط هو للام للبوليس، في الاخر نعيطوا البنات بان قلتي البنات هما اللي وقفوا ليه وقالوا له والو، نعيطوا للام ديالها ونعيطوا للامبيلونس. وفي الاخر ملي جات الام بقات كتغوت على بنتها، قلتي انت بان حقه هو جرى عليها، قال لها ما تغوتيش، احترمي راسك، عرفي راسك مآمن. هاد الكلام كامل اللي انت قلتيه في المره الاولى تقلبتي عليه دابا. شنو هو السبب؟ السبب راه باين وواضح، راه قالوه المغاربه كامل، كل شيء قال شنو واقع، ولكن حشومه. هادشي راه ماشي جديد بالنسبه حنا لهذاك المنبر كامل ديال شوف خيخي، راه حنا كنعرفوه. حنا كاين عندنا اصدقاء كتوقع عليهم مشكل ولا شي حاجه تيقول له شي واحد حقا عيط لشوف خيخي عاود ليهم المآسي ديالك، تيقول لهم وديو راه تعطيهم قده وقده، راه ما يمكنش هما انهم يجيو عندك ببلاش. الا ما خلصتيهمش راه ما كيجيوش. هادشي راه معروف عند العامه. هما كيخدموا في حاجه وحده اللي هي فابور، الا كانت شي حاجه فيها شي شوهه شي فضيحه شي حاجه اللي كتجيب لهم مشاهده، بحال دابا شي وحده كتقول لهم حق انا بغيت ندير التعدد، اولا شي جوج بنات كيتفقوا مع بعضياتهم كتقول لهم حق انا بغيت نتزوج بصاحبتي، اولا شي واحد حقا مثلي تيبغي يقول لهم حقا انايا بغيت نشجع المثليه. هذوك كتلقاهم كيمشيو كيجريو بديك الموضوع. علاش؟ حيت عارفين ديك الموضوع كيتخلصوا. كاين جهات معينه اللي هي كتعطيهم فلوس صحيحه في نشر تلك الفضائح باش يوسخوا الصوره ديال المجتمع ديالنا المغربي الاسلامي. هادشي هذا راه معروف اخوتي المغاربه، والمغاربه راه كلهم عارفوا هادشي هذا، كلشي عارف هادشي هذا. ولكن هاد السيد هذا عقا اللي هو باقي كيبغي يدير فيها انه مثال بطال وعنده مصداقيه، راه خص المغاربه كلهم يديزابيوناو من عنده، كلهم خصهم يحيدوا من عنده. هذاك التيك توك اللي هو تيطلع ويبقى يدخل فيه وكذا، كلشي خصو يخرج من عنده، كلشي خصو يديزابونا من عنده. علاش؟ حيت تفرش. السيد مرايقي عطيه الفلوس، ما عطيتيش الفلوس راه شي يهضر لك في الموضوع دابا، يقول لك حقا طلعت الشمس من المغرب، تعطيه الفلوس تقول له قول راه طلعت من الشرق، يقول لك راه طلعت من الشرق. فلوس. ولكن باش الانسان يبيع الضمير ديالو في مقابل واحد السيده اللي هي ماتت مسكينه الله يرحمها، وتبغي تخرج وتبغي تصور لينا واحد الانسان اللي هو اكبر في سيدي وتبغي تصور لينا على انه ملاك، راه ما يمكنش. حنا ماشي عندنا شجر في ريوسنا، حنا راه الشعب المغربي راه كيتعتبر من اذكى الشعوب في العالم. باينه العمى في الظلمه. مادام انك انت كتقول الف لغد لهي وليتي كتقول باء، راك شديتي العاقه. الناس اللي من ديك المنطقه تيقول لك بان خط البرلماني وقفه معاه، كتقول لهم انا مع خويا سواء كان ظالما او مظلوما. يعني اي واحد كتشوفه بانه ضد خوها والصوت ديالو مسموع كتمشي كتشريه من الاخر، اولا كتهدد. لدرجه ان في المنطقه ديال بني ملال وتقول شي واحد كيخرج كيتكلم على هذا الموضوع. وحاليا قول لي شي واحد في الصحافه تكلم على هذا الشيء هذا؟ فين هو الصحفي الهضراوي؟ الصحفي الهضراوي تقول لك انا قناتي مليونيه، شو تكلم على هذا الموضوع؟ والله ما يتكلمش على هذا الموضوع. الصحفي الحقداوي الهضراوي ما تكلمش على هذا الموضوع بتاتا، لا هو ولا باقي الصحافه اللي كتمشي على نهجه. وتقول شي واحد خرج وتكلم على هذا الموضوع. الجريده الوحيده اللي تكلمت عليه في الاول هي جريده الطباخ، حتى هي بحال نفس السيناريو ديال هذا عقا. كانت في الاول غدا في الطريق ديال الملاك، شويه وما يتقلبوا وحملوا البنت والبنات المسؤوليه كامله، وبغاو يصوروا لنا على ان هذا البرلماني بحال فقي ديال الجامع نيشان. ولكن حشومه، والله الا حشومه وعيب باش يكون المآل ديال بعض شي صحفيين بحال هكا. حنا اصلا مؤخرا عندنا ازمه ديال الصحافه في البلاد، والله حتى عندنا ازمه ديال الصحافه في البلاد. مشى وقت الصحافه اللي كانت كتوقف مع المواطن،
كتوقف مع الشعب، كتوقف مع ديك الراجل الدرويش، مع المرأة الدرويشة، مع داك المظلوم. الصحافة ولات دابا حاليا بيعا وشراء. مني ولات الصحافة حتى هي عندها الادسنس جمع وطوي من الاخر، من الاخر. واي صحافة عندها الادسنس ما تيقهاش. علاش؟ حيت كتقلب على المدخول، كتقلب على الربح. فالمحتوى اللي فيه الربح هو اللي كتتكلم فيه. شي حاجة ما فيهاش الربح واخا تكون كتمس بالمواطن وبحقوق المواطن وكتمس بالشعب، والله لا تكلموا عليها، ما يتكلموش عليها. هذا هو الواقع خوتي المغاربة.